هنتكلم النهارده في صحتك ببساطة عن موضوع مهم، إن شاء الله المعلومة تكون توصلك بطريقة سهلة وبسيطة. هنتكلم على النوم وإزاي إحنا بننام. النوم مش حاجة بسيطة، النوم مش بيجي كده من فراغ، النوم له نظام دقيق جدا جوه المخ. الموضوع بيبدأ بمنطقة بالمخ اسمها الهايبوثالاموس، ودي بتكون زي مركز التحكم عن طريق خلايا عصبية. الخلايا العصبية دي اللي هي الساعة البيولوجية اللي بتقدر تظبط ميعاد الصحيان وميعاد النوم. أكتر حاجة بتأثر على الساعة البيولوجية في جسمنا وإن إحنا بننام الضوء والظلام. إذا كان في ضلمة بنقدر تساعدنا على النعس، وإذا كان في ضوء بيقدر نستيقظ أو نصحى. أول ما الدنيا تضلم المخ بيفرز هرمون الميلاتونين، وده بيساعدنا إن إحنا ننام أو ننعس. طيب وأول ما الضوء يجي يبدأ هنا بيقل إفراز هرمون الميلاتونين، والعكس بيزيد هرمون الكورتيزون عشان نبدأ نصحى. عندنا منطقة مهمة وهي جذع المخ. جذع المخ ده اللي بتقدر تتحكم في الدخول أو الخروج من مراحل النوم، وفي العملية دي أو الفترة دي يبدأ بتهدى أو بتبطأ ضربات القلب، والتنفس بيتظبط، وكمان بيحصل ارتخاء في العضلات. اللي بيحصل ان الجسم بيخش في مراحل الهدوء تدريجيا. في الوقت ده الاشارات العصبيه اللي بتخلينا صاحيين بتقل، نفس الوقت في ناقلات عصبيه بتزيد النشاط بتاعها علشان تقلل النشاط الكهربائي للمخ، ونبدا نخش في النوم. عمليه النوم او فسيولوجيه النوم هي عباره عن تفاعل ما بين المخ والهرمونات والناقلات العصبيه. النوم بيعدي بمرحلتين، المرحله الاولى وهو النوم ما فيهوش حركه العين سريعه، والمرحله الثانيه وهو النوم اللي فيه حركه العين سريعه. ونبدا في تفاصيل مراحل النوم. مرحله النوم الاولى وهي مرحله النعاس. النعاس ده بيكون فيه عينيك بتغمض، ويكون فيه المخ صاحي نص ونص، بس العضلات لسه فيها حركه. المرحلة الثانية هي مرحلة النوم الخفيف، وده جسمك بياخد فيها أطول وقت في النوم، وبيكون في الوقت ده التنفس وضربات القلب بتهدى. بعد كده مرحلة النوم العميق، ودي مرحلة الراحة للجسم، فيها الجسم بيجدد نفسه أو بيصلح نفسه في تجديد الخلايا وإفراز هرمونات النمو. آخر مرحلة من مراحل النوم بتكون حركة العين سريعة جدا، والمخ بيكون أنشط ما يمكن، والمرحلة دي مهمة في الذاكرة وتجديد المعلومات. النوم فسيولوجية النوم وضحناها، وكمان مراحل النوم عشان نعرف أهمية النوم أو إزاي النوم بيحصل في جسمنا. مش عملية بسيطة وسهلة، ولكن معلوماتنا هي أبسط وأسهل. السلام عليكم.